عملت معاكم في فيديو النهارده وصفه رائعه جدا لتطويل الشعر وانبات الفراغات ومنع التساقط نهائيا. وصفه حلوه جدا ومجربه مني لمده سنين وبجد فرقت في شعري بشكل كبير قوي. فلو عايزين تعرفوا وصفه النهارده كملوا الفيديو للاخر وما تنسوش الاشتراك في قناتي واللايك والكومنت. ويلا بينا نبدا في وصفه النهارده. زي ما قلت لكم الوصفه بتساعد في التطويل ومنع التساقط وانبات الفراغات وكل المشاكل تقريبا بتاعه البشره الشعر. وصفه امنه جدا على شعرك، تقدري تستخدميها انتي او لو عندك ابن ولد او بنت عادي. يعني الوصفه دي تنفع لكل الناس سواء كبير او صغير. انت تقدري تبداي تعتني بشعر بنتك من اول، يعني من فوق ال4 سنين تقدري عادي تعتني بيها وتحطي لها وصفات وماسكات وكل الحاجات دي بشكل امن جدا مش هيضر. وانا كل وصفاتي طبيعيه 100%، فمستحيل تضر شعر بنتك او شعرك ابدا ابدا ابدا. لو انت استعملتيها زي ما انا قلت وبالطريقه اللي انا قلت عليها في الفيديو فهي عمرها ما هتأذيكي ابدا ابدا. وتتأكدي طبعا ان انت جبتي المكونات من مكان يعني موثوق فيه، مش ناس ضاربه مثلا زيوت او ناس مش موثوق الزيوت بتاعتهم او المكونات الوصفات بتاعتهم. المهم يعني يلا بينا نبدا في الوصفه. اول مكون معانا وهو الروزماري او اكليل الجبل. الروزماري من الحاجات اللي تحفه جدا، انا بعشقها وشكرت فيها كتير قوي في قناتي وقلت لكم قبل كده كتير جدا ان هي تعتبر لما العلماء يعني عملوا بحث على الروزماري استنتجوا ان هو يعني يعتبر كانه بديل لدواء المينوكسيديل اللي هو دواء منع تساقط الشعر اللي هو مشهور جدا. اي حد يعني روشته اي حد يعني اي دكتور بيكتب في روشته لاي حد بيعاني من التساقط بيكتب له مينوكسيديل، بس مينوكسيديل غالي بقى وادويه وكده. فروزماري يعتبر انه بديل ليه، بديل طبيعي وارخص بكتير جدا. تمام، بنحط معلقه من الروزماري او اكليل الجبل وبعد كده بنحط بصلايه. ايوه بصلايه. الناس بقى اللي اول ما يشوفوا البصلايه هيقفل الفيديو يطلعوا يجروا ان قد ايه البصل بقى ريحته وحشه بقى يا جماعه ومش قادرين نتنفس وكده. يا جماعه يعني انتوا ما فيش حاجه هتتحط لكم في طبق من ذهب. انتي واحده عايزه تطول شعرها، ما انتي لازم تستخدمي زيوت ريحتها مش حلوه، لازم تستخدمي وصفات ريحتها مش حلوه، مش بمزاجنا. كل حاجه فيها فوائد وفيتامينات كويسه جدا ريحتها مش حلوه زي البصل من الحاجات الرائعه جدا 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 في انبات الشعر يا جماعه وبتطويله. ومحدش يقول بقى ريحته وحشه يا جماعه انا مش هستخدمه. يا جماعه ما تحطوه ساعتين على شعركم وبعد كده تغسلوه. اول ما تغسلوه بالشامبو الريحه هتروح تماما. تمام، وانا هقول لكم طريقه الغسيل بتاعته، طريقه الاستخدام بتاعته. ممكن تحطوا بصل وبعد كده ممكن تحطوا برده بصل وثوم. الثوم برده من الحاجات اللي بتغذي الشعر جدا جدا جدا. تمام، وبعد كده انا حطيت قرنفل بس هو ما ظهرش في الفيديو، هيظهر في اخر الفيديو. انا حطيت قرنفل حوالي 5 حبات من القرنفل وبعد كده حطيتهم كلهم اهو في حله زي ما انتم شايفين. وهحط عليه كوبايه كبيره شبه ما انتم شايفين مج كده مليان ميه، هحطه على الحله واطلعه على النار مده ربع ساعه واخليه كده مده 10 دقايق ربع ساعه على نار هاديه. تمام، وبعد كده هقول لكم هنستخدمه ازاي واحده واحده. فزي ما هنعيد الكلام، روزماري وبصل وثوم. تمام، وقرنفل طبعا لو انتوا عايزين، بس ممكن يعني تكتفوا بالروزماري والبصل بس. تمام، الريحه وحشه معلش يا جماعه، هنيجي على نفسنا تبقى الريحه وحشه بس نحسن من شعرنا. تمام، والروزماري بيدي ريحه حلوه، يعني هتلاقي مش ريحه بشعه، مش ريحه بصل بس، لا هتلاقوا ريحه بصل وروزماري، فريحه شويه هنستحملها. تمام، فبعد ما بنغليه بنطلعه. في طريقتين للاستخدام. اول طريقه ان احنا نرشه على شعرنا يوميا، بس طبعا عشان فيه بصل ففي ناس مش هتحب ريحته، بس انتي لو تقبلتي ريحته عادي ومش بتخرجي او عايشه لوحدك مش متجوزه او اي حاجه وعادي يعني بنعالج شعرنا فالناس اللي معانا في البيت تستحمل شويه او انتي تستحملي الريحه. بترشيه يوميا على شعرك وبعد 2-3 بتغسليه. يعني الروتين بتاعك بقى الشامبو والبلسم وحمام الكريم والحاجات دي. او ممكن في طريقه تانية وان احنا نرشه على شعرنا كله 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 وبعد كده نسيبه 2 أو 3 ساعات وبعد كده نغسله بالشامبو والبلسم بتاعنا عادي جدا. ونستخدم الوصفه دي مره اسبوعيا وبس كده. هتلاقي في خلال اقل من شهر، بجد اقل من شهر لو استعملتيها يعني باستمرار. طبعا مش تستعمليها مره في الشهر وتقولي انا شعري مش بيطول، ما طبيعي مش هيطول، لازم تستعمليها كل اسبوع مره. تمام، الوصفه دي حلوه جدا، هتطول لك الشعر وهتمنع لك تساقط مع الوقت وهتلاقي فرق كتير، هيطلع لك بيبي هير في مقدمه الراس، شعرك هيبقى كثيف. تمام،
بس كده هي دي وصفة النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم متنسوش الاشتراك في قناتي. وبس كده، شكرا جدا لكم لمتابعة الفيديو، مع السلامة.